مساء الخير مستمعي متابعي إذاعة بويار اف ام. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج خاص بانوراما 2021 حول مشاريع هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في إقليم الجزيرة. أصدرت هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في إقليم الجزيرة خلال عام 2021 العديد من القرارات المتعلقة بتطوير آلية العمل، سواء على مستوى توفير فرص عمل للفئة الشابة للحد من ظاهرة البطالة أو افتتاح مراكز للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة. ما هي آلية العمل لدى هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل للحد من ظاهرة البطالة؟ ما أهمية هذه المراكز في المنطقة؟ وما هي خطوات ومشاريع هيئة الشؤون الاجتماعية في العام القادم 2022؟ سنناقش هذا الموضوع مع ضيفي في الاستوديو السيد جميل ظاهر، نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في إقليم الجزيرة. مساء الخير سيد جميل، أهلا بك في برنامج بانوراما 2021. مساء الخير، يا أهلا وسهلا فيكم ومتابعينكم. أهلا سيد جميل. بداية، هل هناك إحصائية محددة بعدد المسجلين لديكم للحصول على فرص عمل؟ الإحصائية طبعا أكيد مسجلة، بس عنا يعني في باعتبار نحن عنا البرنامج اللي عم نشتغل عليه مو نعم. هالبرنامج يعني المتطور صراحة، يعني فما عنا الإمكانية لحتى نحصر الأرقام بشكل دقيق، يعني نعم. لأنه حتى في عالم مثلا عم تشتغل وتلاقي شغل أو بغير مؤسسات أو بغير أماكن كمان ما عم تظهر عنا أنه هذا حصل على عمل. يعني فالأرقام حاليا اللي بين إيدينا على أساس التسلسل الموجود لعنا نعم. تقريبا حوالي 8000 طلب، يعني تسجيل طلب. نعم. عند إجراء أي مسابقة لدى مختلف هيئات في الإدارة الذاتية، هل يطلب منكم كهيئة الشؤون الاجتماعية ترشيح الأسماء للمسابقة، أو أن كل هيئة تقوم بالتوظيف بمعزل عن غيرها؟ هلا في طريقتين للتوظيف بالمؤسسات والهيئات. إذا كانت مسابقة طبعا، وحتى بالأخير يعني الإدارة ركزت على موضوع المسابقات. يعني إذا كانت عن طريق مسابقة فكل العالم بإمكانه يعني تتقدم لهالمسابقة وما في مشكلة يعني. بس طبعا يتم إعلامنا لحتى مثلا ننشرها على صفحتنا لحتى العالم اللي مسجل عنا كمان يصير عنا خبر. والطريقة الثانية اللي هي عن طريق طلب يعني الأسماء من عنا. طبعا في عنا أرقام مسجلة، قوائم. طبعا لما يصير الطلب على أساس الكفاءة، على أساس الشهادة، على أساس الخبرات الموجودة عنا، على هالأساس كمان عم يتم تسجيل عدد معين. مثلا يتم إرسال ضعف العدد اللي طالبينه أو ضعفين أو 3 لحتى تصير معه المقابلات ويتم التوظيف على هالأساس. يعني سيد جميل، ضروري يكون لكم علم عند حصول أي مسابقة؟ إيه طبعا، يعني لحتى يعني باعتبار هي هيئة العمل والشؤون الاجتماعية فمن حقها يكون عندها علم بكل المسابقات والتوظيف اللي عم يصير ب أي مؤسسة من مؤسسات الإدارة الذاتية. وحتى يعني هالأشخاص لما يتوظفوا في قوائم عم تجينا إنه بأسمائهم لحتى تنزل على البرنامج الموجود عنا يعني. نعم. بما أنه عندكم علم عند ترشيحكم للأسماء سيد جميل، ما هي آلية اختيار هذه الأسماء؟ هل هي على أساس أنه مسجلة حسب القدم أم حسب الخبرة العلمية؟ لا، حسب الطلب من المؤسسة اللي عم تطلب. يعني مثلا هيئة الصحة أكيد عم تطلب مثلا ممرضين، عم تطلب مثلا يعني كل شيء باختصاص الصحة، يعني خريجين معاهد صيدلة، خريجين معاهد صحة، معاهد صحية. فعلى هالأساس يتم انتقاء هالأسماء من بين القوائم الموجودة عنا ويتم إرسالها مثل ما قلنا، يعني على أساس رقم يعني ضعف أو ضعف 3 أضعاف الأسماء اللي هن طالبينها لحتى يتم يعني يصير عندهم مجال للمقابلة يعني ولا يتم انتقاء. الاختيار عشوائي؟ يعني بهالحالة هو مو عشوائي،
من القوائم بس حسب الكفاءة والشهادة نعم، المطلوبة. أنا أقصد هنا الكفاءة والشهادة الشهادة والخبرة. المطلوبة يعني هلا مثلا إذا طلبت انطلب مثلا بمجال الصحة حكينا، فما فينا نرشح اختصاصات تانية لهالمؤسسة يعني. نعم، طبعا بحسب القوائم التسلسل الموجود تماما يعني، طبعا الأسبقية للأسماء الموجودة يعني طبعا ما تصل كل اللي دارسين هالاختصاص، ما يعني مو الكل يترشح. الأسماء الموجودة بأول القائمة بهالاختصاص تنبعت للمؤسسة، وعلى هالأساس يصير المقابلات معهم ويتم انتقائهم يعني. نعم. أثناء حصول المسابقة هل هناك مندوب من هيئتكم ضمن اللجنة؟ صراحة لا، يعني بالمسابقات نعم. المفروض يكون موجود. هلا الالتزام مو ب100% صراحة بالنسبة للمؤسسات أو الهيئات، بس هو شرط من شروط المسابقة يكون المفروض لازم يكون يكون مندوب من عندكم. تواجد مندوب من هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل. نعم. ما هي نسبة التنسيق بينكم وبين مجلس الجامعات لتوفير فرص العمل للخريجين جديدا؟ هلا بالنسبة خاصة اللي للخريجين تخرجوا من جامعات الإدارة الذاتية. تماما، خريجين الجامعات عند هن لهم الأولوية صراحة يعني، بالتوجيه من المجلس التنفيذي لهم الأولوية. يعني وعلى سبيل المثال صار عندنا افتتاح أو يعني انطلب منا مدرسين لمركز ذوي الاحتياجات الخاصة اللي انفتح من نعم. قريبا يعني، مركز إيريش. فنحن طلبنا من الجامعة ومن التربية، باعتبار هن كمان تابعة الجامعة تابعة لهيئة التربية. نعم. بس ما حد قبل يعني، الطلاب اللي خارجين ما حد قبل انه يشتغل بهالمركز. يمكن من الاسم، يمكن يعني من أو ما عندهم العمل، خبرة ما يعني. عندهم خبرة بهالمجال. اما الترشيحات الثانية اللي عم تصير هي لهم الأولوية يعني، بتوجيه من الإدارة يعني. نعم. هل لديكم مكتب مختص بالعمال لحماية العمال سواء في القطاع العام أو الخاص؟ هلا العمال بالنسبة للإدارة، العاملين بالإدارة، نعم. في طبعا كان في عنا لجنة مكتب الشكاوي اسمه عنا، تتشكل لجنة على أساس هالمكتب، لجنة من الهيئة مكونة من 3 أشخاص، وتتقدم الشكاوي العاملين للهيئة. طبعا في فترة من الفترات هالعمل يعني الشكاوي كان تابع لمكتب الشؤون الإدارية بالمجلس التنفيذي، اللي هو كمان مكتب مباشر تابع للمجلس التنفيذي. نعم. بس من يعني من فترة قريبة كمان رجعوا يعني هالعمل من اختصاص هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل يعني. نعم. كهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل، هل هناك أي رابط بينكم وبين القطاع الخاص كمعامل وشركات لا، من ناحية التوظيف؟ من ناحية التوظيف في عنا في لجنة، هن لجنة الكادحين، في تنسيق قطاع خاص. قطاع خاص. نعم. بالقطاعات الخاصة مثلا فتح يعني مثلا في معامل أو شركة مثلا كبيرة، إذا انطلب عمال طبعا هي لجنة الكادحين هي اللي تشتغل على هالموضوع هذا، طبعا بالتنسيق معنا، لأنه مرات مو كل اللي عم ينطلب موجودة الأسماء الموجودة عندهم أو يمكن ما يتواجد عندهم الكفاءات المطلوبة يعني. نعم. ففي تنسيق بهالموضوع هذا يعني فقط. نعم. يعني سيد جميل، حكينا بداية الحلقة عن إحصائية وتوفير فرص العمل للفئة الشابة. بنسبة كم بالمئة قضت هيئتكم على ظاهرة البطالة في هذا العام 2021؟ هلا 2021 الرقم الموجود للتوظيف 1282 تم تشغيلهم بمؤسسات الإدارة الذاتية. بس طبعا هذا الرقم حكيت بالبداية يعني. نعم. هذا الرقم بالنسبة للتوظيف يعني عفوا الأسماء المسجلة عنا يعني تقريبا يطلع حوالي، خلينا نقول 10%، 10 أو 15% يعني تقريبا. نعم. قبل ما ناخذ فاصل سيد جميل، ما هي الخطط المحددة لدى هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في العام القادم 2022 للقضاء على ظاهرة البطالة؟ هلا نحن كهيئة في عنا يعني أفكار، في عنا خطط، بس الموضوع مرتبط بموضوع الموازنة يعني اللي توافق عليها من شمال وشرق سوريا
وهذا الموضوع في كتير صراحة في خلينا نقول ضعف بهالموضوع. يعني الموضوع الموازنة كتير صاير خصوصا بالسنتين الأخيرات، يعني بالنسبة للإدارة الذاتية في ما بعرف يمكن في ضعف سيولة، فكتير عم تأثر على المشاريع المطروحة بالنسبة للهيئات وتنفيذ هالمشاريع أو الموافقة عليها أساسا يعني في البداية. هلا كان المشروع مركز ذوي الاحتياجات الخاصة كان هذه نعم. ضمن المشاريع اللي اشتغلنا عليها. أما المشاريع اللي قدمناها نحن مثلا على مستوى مثلا فتح فرن بمخيم الهول، كان أحد يعني مشاريع الهيئة، مع الأسف ما توفق عليه يعني مشان الموازنة. وفتح مراكز مهن ومهنية وتقنية يعني لحتى نقدر نأمن فرص عمل للشباب وللأشخاص العاطلين عن العمل يعني. وطبعا في كذا مشروع، بس الموضوع محصور بموضوع الموازنة. يعني نعم. نحن مقيدين بموضوع الموازنة في مثلا أرقام معينة، ما نقدر نتجاوز هالرقم هذا. يا ترى أثرت أزمة كورونا وقانون قيصر على تنفيذ المشاريع؟ والله أكيد، لأنه أزمة كورونا أصلا يعني أثرت على حظر كل الكل. نعم. العالم، فنحن أكيد يعني صار في تأثير كبير يعني. نعم. فاصل صغير ونرجع. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية مستمعينا ومتابعي إذاعة بوير اف ام في برنامج خاص بانوراما 2021 حول مشاريع هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في إقليم الجزيرة. معنا في الاستوديو ضيفنا جميل ظاهر. أهلا وسهلا فيك مرة تانية سيد جميل. يا أهلا وسهلا. حبذا لو نتحدث بشكل مفصل عن مشاريع التي أنجزت لذوي الاحتياجات الخاصة وأماكن تواجدها. هلا من المشاريع الأكبر المشاريع صراحة السنة هي فتح مركز إيريش بمدينة قامشلو. طبعا هذا المركز تم بالتنسيق مع هيئة التربية ومع مقاطعة نعم. قامشلو. طبعا هذا المركز يستوعب حتى إذا بدنا نعمل وجبات يعني تأهيلية، يستوعب حتى حوالي 60-70 طفل يعني من ذوي الاحتياجات المحددة. في كمان تم توزيع سماعات. طبعا توزيع السماعات عندنا هذا نظام سنوي، يعني في له سيولة معينة محددة، يعني يتم توزيع سماعات على الأطفال اللي عندهم مشكلة بهالموضوع هذا. طبعا هالسنة هاي كل الأرقام اللي كانت موجودة عنا والأسماء القوائم الموجودة عنا قدرنا أنه يعني ننهيها. يعني كل يعني صار في القائمة انتهت يعني بمعنى. نعم. طبعا كان في تنسيق كمان مع منظمة بارتنرز اللي هي كمان قدمت حوالي 24 سماعة. وطبعا هي كمان كانت يعني شاركتنا بافتتاح المركز، بتأهيل المركز، دعم من منظمة بارتنرز. ك يعني مستلزمات المركز بالكامل هي اللي قدمتهم. فقط منظمة واحدة؟ ايه. بالنسبة للسماعات كمان جمعية نقاء قدمت بالنسبة يعني كعمل قدمت لنا 6 كراسي لذوي الاحتياجات الخاصة طبعا. نعم. وكمان منظمة بارتنرز 12 كرسي. أما بالمواضيع الثانية يعني صار في تنسيق مع منظمات على مستوى توزيع سلات، على مستوى تقديم إعانات. ويمكن سمعتوا الموضوع اللي صار بالطفلين اللي كانوا من عمودة اللي نعم. توفت أمهم. يعني صار في تنسيق كبير مع اليونيسيف مع المنظمات الثانية، وهيئة العمل هي يعني تكفلت بموضوع الطفلين لحتى الأهل بعدين يعني قالوا خلاص نحن اللي نتكفل بالموضوع يعني. نعم. هل هذه المراكز تستهدف جميع حالات الاحتياجات الخاصة أم هناك حالات محددة؟
لا، مو الجميع. يعني هلا الحالات اللي نحن والفئة نشتغل عليها العمرية هي أقصد. الفئة العمرية. المركز هون بيقامش له ل 18 سنة. نعم. طبعا في عنا مركز بالحسكة، بس المركزنا بالحسكة من 4 سنين ل 12 سنة. الحالات اللي نشتغل عليها هي الحالات التأهيل، يعني في الحالات اللي نقدر نأهلها. نعم. الحالات اللي هي صعوبة النطق، هي التخلف العقلي، هي التوحد، داون. هالحالات اللي نقدر نشتغل عليها لحتى يصير في دمج مجتمعي لهالطفل هذا. يعني أما مثلا حالات ال مثلا الشلل، الحالات الحركية، ما نستقبلهم، لأنه أساسا هاي يعني حالة ما نقدر نطور فيها شيء، يعني حالة عضوية يعني. نعم. أما الحالات اللي نشتغل عليها هي حالات التأهيل لحتى دمج هالأطفال مع المجتمع. مع المجتمع. ضمن المركز آلية اختيار الكادر. صراحة صارت في مسابقة بهالموضوع هذا طبعا. نعم. حتى بمركز رنجين بالحسكة كمان صارت في مسابقة. أكيد التركيز كان على خريجين هالاختصاص هذا، سواء كان علم اجتماع أو علم النفس أو خريجي رياض الأطفال، التربية يعني. وصار مسابقة، واللجنة كانت من الهيئة على مدار طبعا على في قسم كتابي كان، وفي قسم مقابلة يعني شفهي، وعلى هالأساس تم الاختيار. طبعا في كمان مراعاة لموضوع الشخص إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة كمان له الأفضلية، وإذا كان من عوائل الشهداء طبعا باعتبار نحن مديرية عوائل الشهداء تابعة لنا، وفي لهم كود يعني هيك خلينا نقول أولوية يعني بالعمل. رقم معين، أولوية معينة بالتعيين يعني نعم. التوظيف. هل تقوم هيئة الشؤون الاجتماعية بجولات رقابية على هذه المراكز؟ طبعا في مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة بالهيئة نعم. عم يشرف على هالمركزين. في طبعا زيارات دورية مفتوحة، يعني حسب الاحتياج، حسب اللزوم، وفي تقارير تتقدم للهيئة بشكل دوري يعني. نعم. سيد جميل، هل لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل دور في منظم يعني للمنظمات أو في القطاع الخاص، خاصة بمراكز الاحتياجات الخاصة؟ من أي نوع يعني يعني عم تراقبون أو في حال افتتاح أي مركز؟ هل لكم أي علم؟ لا، هلا الشخص قبل ما يفتح المركز في اجانا كذا شخص صراحة، يعني لحتى يفتحوا مركز. هلا نحن ما يعني ما حبينا هالموضوع هذا نضيقه بموضوع اجراءات ورقية ورقابة وهالامور هذا، لانه يعني بالفعل المنطقة تحتاج لهيك مراكز. فما عندنا اي مشكلة بفتح اي مركز كان. في زيارات، يعني في زيارات خلينا نقول هي زيارات بالعكس تشجيعية، يعني زيارات يمكن توجيهية أكثر ما هي رقابية يعني. نعم. أهمية هذه المراكز في المنطقة؟ صراحة أهمية هالمراكز في إهمال، يعني في إهمال بالنسبة لهالأطفال من قبل من الأهالي؟ هذا النوع، من قبل المجتمع، من قبل الأهالي. نعم. ففتح هيك مراكز أكيد عم يعطي يعني شيء من الراحة لهالطفل هذا، يعطيه يعني. هلا في عنا أطفال لما يجوا على المركز في منهم ما بدهم يرجعوا على البيت يعني، أو حتى أيام العطل في منهم بدهم يجوا يداوموا يعني. طبعا هالشي هذا حتى الأهل، يعني الأهل لما يكون في مركز وفي اهتمام تتغير تعامل الأهالي كمان. طبعا نعم. لمسنا هالشي هذا كمان بموضوع هالمراكز، انه حتى التعامل مع هالطفل يصير في له يتغير، يعني في كتخفيف التعب عنهم. تماما، يعني في شوية راحة. حتى في لهم اجتماعات دورية كمان للأهالي، وفي توجيهات ينسألوا عن وضع هالطفل، حركته حتى بالحارة بالبيت، يعني في كتير أمور عم ينشغل عليها يعني بهالمراكز. نعم. التسجيل فيها مجاني؟ اي طبعا التسجيل مجاني، وحتى التوصيل مجاني يعني. نعم. نأتي لمشروع دار عوائل الشهداء المعدمين التي تم طرحها على مجلس التنفيذي. لو تتحدث عن هذا المشروع والفئة العمرية. مشروع دار عوائل الشهداء المعدمين طرحتم عام 2022.
إيه، صراحة طرحنا هالمشروع هذا. نعم. نحن كهيئة طرحنا بناء شقق سكنية، يعني أبنية سكنية لزوجات الشهداء، لزوجات الشهداء نعم، حصرا يعني. للعائلات، عوائل الشهداء. تماما. آه، المعدمين بس، تقصد بماذا المعدمين؟ هلا نحن فكرتنا ما كهيئة ما كانت المعدمين، نحن قلنا يعني نقدر هالموضوع هذا نشمل جميع زوجات الشهداء. طبعا هالموضوع هذا ما توافق عليه صراحة يعني من المجلس التنفيذي؟ مو بس من المجلس التنفيذي، حتى من مؤسسة عوائل الشهداء، لأنه في مواضيع عائلية، في مواضيع مجتمعية بموضوع زوجات الشهداء وارتباطهم مع العائلة وسكنتهم لحال يعني كأسرة يعني. مثلا في بعض الزوجات عندهم طفل، في بعض الزوجات عندهم طفلين، يعني نعم. انه كسكن طبيعة المجتمعية لمجتمعنا، يعني انه هالموضوع هذا ما قدرنا نتجاوزه يعني. لم يتم الموافقة. تماما. نعم. نأتي لموضوع مخيمات النازحين واللاجئين في مناطق الإدارة الذاتية. ما هي آلية عملكم داخل المخيمات وكيف متابعتكم لوضع المخيمات؟ تمام. هلا قبل موضوع المخيمات بس في نقطة بدي أوضحها مشان تفضل. موضوع الأبنية يعني لعوائل الشهداء. طبعا صار في شغل على هالموضوع هذا، بس مو مثل المقترح اللي قدمته الهيئة. نحن كان مقترحنا بناء أبنية يعني مساكن لهالعوائل، بس طبعا صار حكينا بموضوع انه ما توافق نعم، عدم عليه الموافقة. الاسباب عدم الموافقه. بس صار في اشتغلنا بموضوع الترميم، يعني في بعض العوائل كان بدهم ترميم مثلا، ترميم كان لبنائهم. ترميم لابنيتهم، مثلا زياده غرفه غرفتين. كان في منهم حتى بدهم مثلا صار في بناء كمان، بناء بالكامل بس يعني بأرضهم، يعني قريبة على العائلة، قريبة على عائلة الزوج أو قريبة على عائلة الزوجة. نعم. فهالموضوع هذا اشتغلنا عليه. بالنسبة لموضوع المخيمات والمنظمات، طبعا نحن في عنا 6 مخيمات بإقليم الجزيرة. هلا طبعا موضوع المخيمات والشغل بالمخيمات، إذا مو المنظمات الدولية اللي عم تشتغل والأمم المتحدة والمفوضية وبجميع المنظمات اللي عم تشتغل عليه، أي بلد من البلدان يمكن ما له الإمكانية لحتى يشتغل بموضوع المخيمات وتأمين الاحتياجات اللازمة للمخيمات. طبعا في تنسيق دائم، في نواقص، في مشاكل أكيد يعني. مثلا طبعا المشكلة المطروحة دائما على سبيل المثال أنه تلبية الاحتياجات دائما بالوقت غير المناسب. يعني مثلا الاحتياجات الصيفية عم تضل تخلص الصيفية أو نعم. قبل انتهاء. عدم توفر الإمكانات. هو أنا برأيي مو عدم توفر الإمكانات، هي يمكن موضوع الإجراءات الروتينية بالمنظمات موضوع كتير صعب يعني. في عندهم كذا مكتب عم يرجعوا له لحتى يصير موضوع والإرسال، وحتى موضوع الحدود وهالأمور هاي والحصار الموجود يمكن سبب من الأسباب، يعني مشان ما نظلمون. نعم. هل كان لديكم أي مشاريع تم تنفيذها عام 2021 في المخيمات؟ هلا نحن كمشاريع بالمخيمات كمشاريع هيئة طرحنا موضوع حكينا موضوع الفرن، يعني فتح فرن. نعم. ما صار هالموضوع. بس المشاريع الثانية يعني كلها عم الطرح كترميم عم يصير. المدارس. طبعا تم بناء مدارس بمخيم واشوكاني ومخيم سريكانية اثنيناتهم. طبعا هالمدارس كانت من الهيئة نفسها، يعني نحن اللي قمنا بالموضوع، لأنه أساسا الأمم المتحدة ما قبلت لحد هلا ما دخلت بمخيم واشوكاني ومخيم سريكانية بشكل رسمي يعني. طبعا أبدوا آخر شيء أبدوا الموافقة، بس لهلا ما صار بشكل عملي يعني، ما دخلوا على هالمخيمين. أما المخيمات الثانية الأمور اللي عم تصير، المشاريع اللي عم تنطرح من الهيئة، مثلا إذا كان توسيع بالمخيم، إذا كان مثلا على مستوى حديقة أو على مستوى ألعاب للأطفال أو مناطق صديقة، فهالمشاريع هاي طبعا نطرحها على المنظمات أو على الأمم المتحدة، وهي عم تطرحها على المنظمات، كل منظمة القسم اللي عم تشتغل عليه هي يعني. نعم. هل لدى هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل مراكز خاصة بإيواء العجزة والمسنين؟ لا صراحة، لا ما عندنا هيك. هل لديكم يعني فكرة لتنفيذ هيك مشروع؟
والله في هيك افكار، بس كمان انطرح الموضوع هذا، بس هذا الموضوع كمان ما انقبل مشان موضوع اللي حكينا فيه، يعني موضوع الطبيعة الاجتماعية للمنطقة. طبعا في آراء قالت انه اذا صارت هالمراكز في كتير عالم راح تتخلى عن آبائها يعني، ويمكن وفي الموضوع الثاني انه هذا الموضوع بالنسبة لنا كشرقيين يعني يمكن موضوع مؤلم، يعني انه حدا يضرب القيم الاجتماعية. نعم. تماما يعني. سيد جميل، حكينا قبل شوي عن دار عوائل الشهداء، لكن هل هناك أي مشاريع استهدفتم فيها عوائل الشهداء وضحايا الحرب من العسكريين بعيدا عن الدار؟ هلا نحن كهيئة صراحة لا، يعني المواضيع اللي عم تصير عنا هي تنسيق مع المنظمات في موضوع السلات الغذائية، عم نقوم بتوزيع سلات مهم. أحيانا. أما المواضيع الثانية وخصوصا جرحى الحرب، المنظمات أبدا ما عم تتقرب عليه يعني. طبعا في كتير تركيز على هالموضوع من أقسام الهيئة بعملها في عندها صعوبات. مثلا موضوع التوظيف، مثلا ما في التزام 100% بالنسبة للهيئات صراحة نعم. بطلب من الهيئة. طلب من هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل يعني من القوائم المسجلة عندنا على مستوى المراكز، مثلا مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا بالبداية عم يصير في تسجيل وعم يصير في إقبال، بس ما عم يستمر هالعدد، يعني مثلا الأعداد عم تتضاءل يعني عم تقل. السبب؟ والله السبب يعني ما بعرف يعني صراحة. سبب من الشعب أم من الهيئة؟ شو المشكلة ما بعرف يعني. هلا مركز مفتوح وهالطفل هذا عم يجي مثلا 3 ساعات، في أشخاص خلينا نقول مو مختصين بس عندهم خبرة نعم، للتعامل من معه. نوعا ما يعني، عم يشتغلوا عليها مع يعني مع هالشي هذا ما في هالإقبال الكبير صراحة. هلا مركز قامشلو لساته جديد يعني ما نعرف، بس عم بحكي على مركز الحسكة يعني صار له 3 4 سنين، يعني وضعه مو هالوضع المفروض يكون يعني. يكون عدد أكبر. نعم. ما هي أبرز خطط ومشاريع التي سيتم تنفيذها من قبل هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في عام 2022؟ هلا المشاريع اللي توافق عليها بالنسبة للهيئة، هو مشروع أولا طبعا في بناء مركز. هلا نحن مركزنا مركز رنجين بالحسكة حاليا يعني هو أجار يعني مركز لمين؟ ذوي الاحتياجات المحددة. نعم. هذا يعني من 3 سنين قائم. هو بناء يعني بناء له يعني حتى إنشاء بناء له. كمان عندنا في بناء مستودعين توافق عليه، وفي عندنا دعم الحالات الإنسانية كمان. هلا نحن كنا ندعم الحالات الإنسانية كل فترة، بس السنة الجاية في لهم سيولة محددة يعني لحتى نقدر نشتغل على هالموضوع هذا، لأنه في فيكم تستقبلوا كم حالة بالسنة؟ هلا حسب الحالات؟ حسب الحالة وحسب في لجنة. طبعا في لجنة عندنا نعم. تطلع تعمل مسح لهالعائلة، تشوف حسب وضع العائلة إذا في احتياج يتقدم لها دعم، إذا ما في احتياج حسب تقرير اللجنة اللي عم تطلع. نعم. وكمان في طبعا دعم كمان لسه لمركز إيريش اللي انفتح قريبا يعني. هاي المشاريع اللي توافقت بالنسبة للهيئة يعني. مو هالمشاريع اللي صراحة مو المشاريع اللي كنا نتمناها يعني، بس حسب الإمكانيات الإدارة والموازنة المحددة للهيئة. طبعا بالنسبة ل طبعا يعني ليش خلينا نقول ليش نوضح الموضوع هذا، انه الرقم بالنسبة للموازنة عندنا، لانه في عندنا مديرية عوائل الشهداء يعني عم تاخذ القسم الاكبر
من موازنة الهيئة صراحة يعني. لأنه عوائل الشهداء في لهم كتير أمور، يعني موضوع الصحة تابعة للمديرية، نعم. موضوع أجار، يعني أجار بيوت زوجات الشهداء كمان عم يتكفلوا فيه، موضوع المحروقات عم يتكفلوا فيه، مهم. موضوع الأطفال، أطفال الشهداء مثلا بافتتاح المدارس كمان عم يتكفلوا بموضوعهم وبكل شيء مستلزماتهم. فطبعا وكمان في موضوع المراسيم وما مراسيم وهالأمور هاي، في كتير أمور يعني. المديرية هي عم تاخذ القسم الأكبر من موازنة هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل، يعني مشان هالنقطة هي اللي عم تأثر على مشاريع التانية اللي عم تطرحها الهيئة خارج موضوع عوائل الشهداء. نعم. سيد جميل، وصلنا لنهاية الحلقة، كلمة أخيرة لك. أول شيء أتشكركم على هالدعوة، وأتمنى طبعا حياة سعيدة لكل روج آفا ولشمال وشرق سوريا، وفتح المعابر وإيجاد حل للمنطقة بالكامل، لأنه صراحة يعني المنطقة وصلت لحالة لا يحسد عليها، وأتمنى لكم التوفيق. شكرا لك سيد جميل على حضورك معنا اليوم. شكرا. وصلنا لنهاية حلقتنا الخاصة من برنامج بانوراما 2021 حول مشاريع هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في إقليم الجزيرة. لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي في الاستوديو السيد جميل ظاهر، نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في إقليم الجزيرة. وكل الشكر لكم مستمعينا على حسن الإصغاء. موعدنا في الأسبوع القادم، إلى اللقاء.